ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني. والنهارده راجعين بفيديو جديد، والنهارده هنعمل صينيه اللحمه بالبطاطس القمر دي. مش قادره اقول لكم ريحتها وطعمها عامل ازاي، ومستويه ودايبه دوب، والبطاطس مستويه اهي. شايفين الجمال؟ مش عارفه امسكها من الشوكه من كتر التسويه بتاعتها، بس انا بحب البطاطس كده اهوت مستويه، بتبقى بالشكل ده، بتبقى جميله جدا. ما تنسوش تدعموني على صفحه اميره مجدي، وتعالوا يلا بقى نشوف الوصفه الجميله ديت. ريحتها جايبه اخر الشارع، مش قادره اقول لكم ريحتها عامله ازاي. هنا بطاطس، ومعايا طماطم، ومعايا فلفل، طبعا فلفل اخضر، فلفل الوان، فلفل سبايسي على حسب المتاح عندك. ومعايا هنا لحمه، طبعا اللحمه دي على حسب اي تقطيعه تحبيها. اول حاجه بقى اجيب البصل كده اخرطه، اقطعه جوليان بالشكل ده. بعد بقى ما خرطت البصل كده اهو، هفرطه كده من بعضه، هفكه. هنزل بالتوابل بقى، ملح، فلفل اسود، سبع بهارات. هنفرك بقى كل ده مع بعضه. نزلت بالفلفل، ونزلت بالطماطم برضو بنفس الطريقة، وهنقلب بقى الخضار كله مع بعضه عشان كله يشرب من نفس التتبيله. ويا سلام بقى لو حطيتيها كده بقى في التلاجة كده قبلها بساعة ساعتين، كل ما تقعد في التلاجة كل بقى تتفرجي على النتيجة تبقى عاملة ازاي معاكي. بعد كده بقى هنزل بالبطاطس. انا البطاطس مقطعاها شرايح، بس السمك ايه يعني، ولا رفيع ولا تخين، عشان تستوي معايا بسرعة. في نفس الوقت ما تتهرش مني، ما نرفعش عشان ما تتهرش مني، وما تخناش عشان تستوي معايا بسرعة. السمك ده كده اهو. وهنقلب بقى كل ده مع بعض. اخر حاجة بقى هنزل باللحمة، هنزل بشرايح اللحمة، وهنقلب برضو الكلام ده مع بعضه. انا مولعه طبعا الفرن ساخن، فرن سخن قوي. عشان ايه؟ اما احط اللحمه تستوي معايا لازم تبقى على نار عاليه عشان ما تنزلش ميه كتير. وحطيت واحده روزماري، عندك ما عندكيش خلاص. وهلفها بالورق الالومنيوم. اخر حاجه بقى الفها بالورق الالومنيوم. حطوا بقى، قفلتها كده اهوت. هدخلها بقى على الفرن معايا سخن، هندخلها. إيه، لو عندك ورق زبده حطي ورقه زبده من تحت قبل ما تلفيها بالورق الالومنيوم. بقى من الفرن بعد ما عدى عليها ساعه، البطاطس اهي مستويه. بسم الله.